فن زمان حلقات متتالية. أنا في معية صحبة كريمة وجميلة وأنيقة ومحبة، وفي حضرة تجربة كبيرة وفريدة، تجربة شاعرنا عبد القادر الكتيابي المنضوية في تجربة الموثق والموسم لهذا المساء مصطفى سيد أحمد رحمة الله عليه. أهلا بكم مرة ثانية أستاذي، أنا أرحب بك مجددا بذات الحفاوة والحرارة الأولى. مرحبا بك ولك الشكر على ذلك. يعني مصطفى سيد أحمد في ذاك الآن وذاك الزمان ما تهيب أن يتبع قافلة ربما لم تكن قافلة معتادة في ذلك الزمان، ما أحس بأنه يتبع قافلة ليست قافلته. ملابسات ذلك الزمان يا أستاذة سلمى يعني كانت تختلف تماما عما هو الآن أمامكم. يعني كان النشاط الثقافي والفني والأدبي برغم أنه يعني النظام الذي كنا نستظل به أيضا كان عنده بعض التكميم، وإنما كان يعني مفسح لمجالات الفنون والآداب والمنتديات. مصطفى عليه رحمة الله كانت يعني بدايات يعني تقدمه إلى الإعلام وإلى الناس، وطبعا كان شديد الحساسية والحذر والإرهاف، فتعرض لبعض هذه للأمانة يعني صراحة يعني دائما كل ذي نعمة محسود، فتعرض لبعض المضايقات في البداية حتى أنه قرر أن لا يشارك في أي مهرجان، وحاول العودة إلى الكلام 78 إلى والسلفاب. نعم، ولكن يعني يحفظ الفضل للأستاذ الموسيقار الملحن الكبير محمد سراج الدين والأستاذة زوجته منى عبد الرحيم، واللذان يعني هم يعني لحقوه هناك وجابوه مرة ثانية على أساس أنه ادوه شحنة معنوية عالية لمعاودة المشاركات. يعني أحيانا الإنسان الفنان الصادق المتمكن المفطور على الفن يواجه مثل هذه الصعوبات والعقبات في طريقه، ولكن عليه أن يتحداها وأن يكون أكثر ثقة بنفسه. مصطفى عليه رحمة الله يعني استعاد ثقته بنفسه وقرر أن يخوض التجربة. مصطفى لم يحترف الغناء، مع أنه كان أصلا من بدايات مراحله الأولى، سواء كانت في يعني في وتسلفاب أو كانت في أربجي ولا بورتسودان ولا في الخرطوم، هنا ما انقطع عن مواصلة طريقه الفني، ولكن كان يعني مدرسا قبلها، كان يعني بحكم أنه فنان تشكيلي عمل في تصميم الأقمشة في مصنع نسيج بحري، ويعني ما تفرغ للغناء كمصدر، ولكن لأنه الغناء يسري في دمه. يعني مصطفى حتى في أشد ساعات المرض، يعني لما وصل إلى مرحلة أنه بيغسل في الأسبوع 3 مرات، ولكنه لم يكن يترك العود، فكان دائما مرتبط بالنزعة الفنية القوية الصادقة فيه. ممكن أستاذ الكتيابي يعني أنا دائما ما ألحظ إنه الجانب الرسالي في المعلم بينعكس على الفنان بشكل ما بنقدر نقول حتى إيجابا، بل بشكل مطلق على المسيرة نفسها والاختيارات. أن يكون الفنان معلم فهو يعي تماما مسألة اعتلاء المنابر التي لا تكون إلا للخطاب للتوعية، والتي لا تكون إلا على طهر. المنابر قيمة تعتلى، فبالتالي الفنان المعلم فنان رسالي يعلم طهر المنابر. نعم. إلى جانب شيء آخر، يعني مصطفى حسب المجتمع الذي نشأ فيه، مجتمع القرية، وهو استقى من يعني من ثقافتين في حصاحيصة وفي أربجي، بحكم اختلاف يعني اختلافات البسيطة في ثقافات تلك المناطق، ولكن يعزى
يعني مش فقط لمسألة أنه معلم، وإنما كذلك لأنه يكتسب أصالة القرية. فكان يعني أنا أذكر فيما بيني وبينه أواخر أيامه عليه رحمة الله، يعني أنا كنت أنزعج جدا لما أتصل وما يرد، وهو في الدوحة وأنا في الإمارات، على أساس أنه اليوم بتاع الغسيل ده لازم أتكلم معه بعد ما هو طالع من الغسيل. فذات يوم تأخر، ما رد إلى وقت متأخر من الليل، ولكن رجع، وجد الرقم ورجع. فسألته يعني ليه يعني اليوم يوم غسيل مفترض ترجع بدري؟ فكانت إجابته مؤثرة. يعني ذكر لي أنه أحد أصدقائه كان عنده عزاء والدته، وهو ما عزاه قبل ما يمشي السودان، وهذا الشخص رجع، فهو أصر أنه يمشي له. بعدها عندهم واحد في المنطقة برضو مريض مشى زاره، فقلت له يا أخي ليه تقسو على نفسك والناس دي عذراك يعني؟ قال عبارة يعني لن أنساها أبدا، قال لي بعد هي في الرجلين بتبقى في الوش. فاستمساكه بالعادات والتقاليد الاجتماعية الأصيلة ده يدل على أنه هذه الأصالة لها أثر كبير جدا، وده ملمح إنساني. صحيح. وعشان كده دايما احنا بنقول انه بداوة إنسان الريف أكثر تمدنا وتدينا. يعني السلوك الحضري الموجود في إنسان الريف يكاد ينتمي إلى التمدن أكثر من المدن المتوسطة للعواصم أو للبلدان. عشان كده احنا حنسمع، أنا ما عفوا المقاطعة، لكن مساحة لأبو بكر ولينا في إنه نحلق معاه مع الطيور، ونرجع تاني ما عارفين حنريك كيف، لكن حنحلق معاه. الأخ الأستاذ الشاعر حافظ عباس كنت عايزة أقول نفس الكلام. لك ألف تحية أستاذ حافظ. والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة، والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة، ولا في ايد جواز سفر نمشي في كل المداين، نمشي في كل المداين، نبني عشنا بالغناء وننثر الأفراح درر، والربيع يسكن جوار السنابل تملى دارنا، ربيع يسكن جوار والسنابل تملى دارنا، والرياحين والمطر، والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. والحبيبة تغني لينا، الحبيبة تغني لينا، لا هموم تسكن دروبنا، الحبيبة تغني لينا، والحبيبة تغني لينا، لا هموم تسكن دروبنا، ولا بيلاقينا الخطر، وين يلاقينا الخطر، ما بيلاقينا الخطر،
لو بقينا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. لما باكر يا حليم، لما أولادنا السمر يبقوا أفراحنا اللي بنمسح بيها أحزان الزمن. لما باكر يا حليوة، لما أولادنا السمر يبقوا أفراحنا اللي بنمسح بيها نمشي في كل الدروب الواسعة دي، والرواكب الصغيرة تبقى أكبر من مدن. نمشي في كل الدروب الواسعة دي، الرواكب الصغيرة تبقى أكبر من مدن. لما باكر يا حليل، لما أولادنا السور يبقوا أفراحنا اللي بنمسح بيها أحزان الزمان. لما باكر يا حليوة، لما أولادنا السور يبقوا أفراحنا اللي بنمسح بيها أحزان الزمن. نمشي في كل الدروب الواسعة دي، والرواكب الصغيرة تبقى أكبر من مدن. نمشي في كل الدروب الواسعة دي، والرواكب الصغيرة تبقى أكبر من مدن. ايدي في ايدك نغني، ايدي في ايدك نغني، والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. 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 ولا في ايدي جواز سفر. ها هي الفرصة. هو كان ها هي الفرصة. لا نحن صراحة يعني أنا طبعا عادة زول بشاغي وبقلع الكلام كده، لكن في حضرة كتيابي التأدب واجب، ما في خيار. فأنا عندي موقف أو موقفين صغار عند دار خرطوم جنوب لما تسنح الفرصة. نرجع لك مرة ثانية. أستاذنا الكتيابي، حديثنا عن مصطفى المزج ما بين
أصالة الإنسان الريفي وحضارة الإنسان المتمدن ورسالية الفنان ومنابر التي تعتلى للرساليين المعلمين، كلها يعني كده تفاصيل خلقت كثير من المبدعين، ليس كثير من مصطفى المبدعين. نعم وحده. طبعا لأن المنبر منبر مصطفى في هذه الحلقات المخصصة. أنا برضو عايزة أتكلم عن مصفوفة الشعراء اللي تعامل معهم مصطفى سيد أحمد، واللي المشاهد اللي يمكن يكون ما متعمق بيلحظ إنه في خطوط مفاهيمية معينة قيمية بذاتها ومعاني في كثير من الأحيان دالة لما بعده. خلينا نتكلم شوية عن المصفوفة اللي أحاطت مصطفى سيد أحمد. دي طبعا السر فيها، وهذا كان يعني سؤال مطروح كثيرا. السر فيها هي الذائقة الشعرية عند مصطفى. مصطفى شاعر، هو نفسه شاعر، فالتذوق الذائقة الأدبية عنده يعني لها خصوصيتها. ومصطفى لم يكن ليختار الشعر باختيار الشعراء. يعني كثير من الأجيال الفنانين من أبنائنا وإخوتنا كان بينظر إنه لما يغني قصيدة أخذها من فلان المشهور الشاعر المشهور بيكون إضافة لرصيده، أو ممكن ترفعه إلى مستوى اهتمام الإعلام. ومصطفى لم يكن يؤمن بهذا الأمر، وإنما كان ينظر إلى النص. إذا أحس النص فمعناها هذا النص أصبح ملك له. الملاحظ في الألحان حتى أو الأداء بتاعه نفسه، اللحن دائما يكون نص موازي للنص الكلامي. يعني حتى إنك إذا استمعت إلى الموسيقى منفصلة تشعر بالمعاني التي كانت في هذا النص الذي صيغ لها. وكان يعني في غنى عن أي افتعال بتاع أداء درامي، لأنه هو كان أصلا يتمثل المعاني. فبالتالي الصدقية بتوصل، الصدقية هي التي تجعل البودي يعني التعابير الجسدية تلقائية، لأنه لا تمثل. فدي واحدة من الصفات التي يعني كان بيتعامل مع النص زي تعامله مع فكرة التجويد، يعني إعطاء الحرف حقه ومستحقه من اللحن. يعني الكلمة هو بيجي عند بلحن الكلمة مصطفى، ما بلحن النص. يعني أي كلمة بالتعب شفت كيف؟ يعني والحبيبة تغني لنا بفرح شديد. تبسمت أمال. أي. طبعا لأنه الحوار ده ذاته كان أنا سمعته هو بيعلق عليها. هذه الأرض تغطت بالتعب. تحية لأستاذ عفيف إسماعيل. أيوة أستاذ عفيف إسماعيل الجميل. فلما ألف القصيدة دي وجابها ليهم كانوا بيضحكوا بيهزروا أصلا كان. فبيقول له تلحن ما تلحن، قال له بلحن. قال له أنا لو جبت لي جريدة بلحنها. قال له خلاص أنا عندي قصيدة زي الجريدة بجيبها لك. دي هذه الأرض تغطت بالتعب والجبال اتخذت شكل الفراغ. ثاني يوم جي لقى القصيدة ملحنة وذيعت. يعني طبعا الخيال اللحني عنده متقدم جدا، وله خصوصيته يعني مصطفى، لأنه رجل كاتب شاعر وآفاقه الثقافية واسعة. احنا حنرجع نواصل، وانا لفتتني جدا انه التعامل لحنيا مع مفردة وليس مع نصوص. يعني ده زي ما ذكر هسه برضه استاذنا الكتيابي في انها هي ذائقة وقدرة لحنية مختلفة. بالتالي هذه المصفوفة المتحدث والمتساءل عنها كانت لأن ذائقة مصطفى تخص أو تختص بهكذا مفاهيم قيمية وتوعوية وإنسانية عميقة. هو فقط فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من الجمال. تابعوه. لفن زمان، وتبقت في هذه الحلقة دقائق معدودة. أمال حتسمعنا مزيكا في الحواري في آخر الحلقة. أنا شاكرة لكل الذين شاهدونا، وشاكرة لكل الذين شاركونا من خلف الكواليس، وللموجودين في الاستوديو الفرقة الموسيقية،
ولكرم المتابعة. سنلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الموعد كعادتي دوما أتمناكم صدقا بخير. الفرحة الجديدة. الجبال تحجب رؤايا. الجبال تحجب رؤايا. الحب البياقد للنهاية ونزرع الحب
فالبيوت